السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك أبو مريم. نتمنى ما تنساش الاشتراك في القناة. النهاردة إن شاء الله هنصب الحوضين اللي قدام حضراتكم دول رخام صناعي. واحد هيكون لون ذهبي والتاني لون أسود. ده بطريقة وده بطريقة تانية خالص. أول حاجة بنعملها إن شاء الله بنجهز الجيل كود بتاعنا، بنحط عليه المصلب. ده الجيل كود بنحط عليه شوية مصلب صغيرين. ده جيل كود شفاف. بنقلب، أهم حاجة التقليب يكون تقليب كويس جدا زي ما الأستاذ جعفر بيعمل كده بالظبط. تقليب ثم التقليب ثم التقليب. بتخف الجيليكوت باسيتون لو هو تقيل. لو يا سلام لو عندك استرين يبقى انت كده التخفيف المظبوط يعني. لكن طبعا لانه مش موجود عند معظم التجار فبنشتغل باسيتون، مفيش فيه اي مشاكل. حط الجيليكوت في المسدس. طبعا انت بتعرف ان هو اتقلب كويس من تغيير لون الجيليكوت. نبدأ بعملية الرش. نبدأ في الرش الحوض الثاني. طبعا طول ما المسدس مظبوط معاك بيتخلص بسرعة يعني. بعد الانتهاء من رش الوش طبعا بنرش الظهر طبعا زي ما حضراتكم شايفين. بنعمل شوية جيليكو التانيين فيهم بنحط فيهم اللون الذهبي. بنقلبهم كويس جدا عشان اللون يتظبط. نحط عليهم المصلب. ده طبعا بيكون بعد 10 دقايق من الشفاف. بنرش الذهبي زي ما حضراتكم شايفين. بعد الانتهاء من رش الوش والظهر بتاع الدهبي هنقفل بقى القالب، وهنقفل طبعا القالب التاني لان التاني هنصبه خامة هي اللي هتكون ملونة، انما هنا الخامة مش هتكون متلونة لان احنا لونا الجيليكوت بالفعل. بنشوف احنا محتاجين قد ايه كمية خامة بنحط على كل كيلو بوليستر 2 كيلو ونص بودرة دهارة. وزي ما حضراتكم شايفين كده احنا جهزنا البوليستر اهوت. هنبدأ نحط البودرة بتاعتنا وبنقلبها كويس جدا. طبعا انا حطيت كوبالت زي ما قلت لحضراتكم قبل كده على حسب درجة حرارة الجو. انا حاطط 2 جرام على كل كيلو بوليستر. زي ما حضراتكم شايفين كده لونه بيبدأ يقلب شوية. هنحط البودرة ونقلبها كويس. بنضيف المصلب. حط المصلب. طبعا ده اللون السادة اللي هو بنفس لون الخامة. ده لاننا شغالين على الحوض اللي كنا رشينه ذهبي، وبالتالي بنعمل باللون عادي بدون ما نحط عليه اي لون، اللون الطبيعي بتاع الخامة يعني. بعد كده صب اللون الاسود في الحوض اللي كان مرشوش شفاف زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا احنا بنهز علشان الخامة تنزل اسرع. خلاص هنا احنا خلصنا الصب زي ما حضراتكم شايفين. هنستنى النتيجة ان شاء الله ونشوفها مع بعض. رجعت لحضراتكم تاني بعد الحوض ما نشف. زي ما حضراتكم شايفين دي النتيجة اللي طالعة. ده القالب اللي كنا رشينه دهبي زي ما حضراتكم شايفين. هذا الحوض طبعا هو هنا كل ده يتصنفر من الظهر. هنصفر الريش بتاع التقابل الوش والظهر. تمام. انا هستنى من حضراتكم انتوا اللي تقولوا لي رايكم يعني. انا مش عايز اقعد اقول حلو وجميل وانتوا وابقى فارض رايي. حضراتكم اللي هتحددوا وانا هسمع يعني. طبعا الحوض التاني
كنت حطيت في الاسود كسر الماظ زي ما حضراتكم شايفين كده، بس احنا عملنا الاسود كتير فعشان كده مش مهتم بيه يعني. انا بس حابب اوريكم الدهبي طالع عامل ازاي، حاجه في منتهى الجمال. اتمنى حضرتك تقولي رايك في التعليقات. كان مع حضرتك ابو مريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.